بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء. نود في هذا اللقاء معكم أعزائي الكرام الحديث عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الأوغندي وما حدث فيها. إذا خلال هذا اللقاء دخل الناخب الوطني بيتكوفيتش تقريبا بنفس التشكيلة في اللقاءات السابقة، إلا أنه وضع في المرمى الوافد الجديد لوكا زيدان. إذا كما تابعتم اللقاء، يتلقى المنتخب الوطني هدف مبكر يعني في الدقائق الأولى. هذا ما جعل المنتخب الوطني يكون في وضع حرج. لاحظنا أن المنتخب الأوغندي كان يحوس على الفوز من أجل ربما يكون له حظ في التأهل للمونديال، وهذا ما عقد جعل أو خلق مشاكل للمنتخب الوطني. من بين الإيجابيات اللي ظهرت في اللقاء، لاحظنا أن اللاعبين ظهروا بحماسة اللي كنا نتكلم عليها، ظهر بحماسة وبعض الجرينتا في اللقاء لأنهم كانوا يحوسوا يفوزوا باللقاء، وهذا أمر جيد. أيضا أثناء التغييرات اللي حدثها الناخب استطاع يعاود يرجع في النتيجة، وهذا فني أمر جيد أنك تكون خاسر وترجع في النتيجة من خلال تسجيل هدفين بضربة جزاء اللي سجلهم عمورة، ونشكره على ذلك لأنه أصبح بين الهدافين الأوائل في هذه التصفيات. ثم كان هناك بالنسبة هذه من بين الإيجابيات اللي ظهرت، ظهور لاعبين في الدفاع اللي هما دروفال أعتقد وياسين الشرقي، ولو أنه الدقائق كانت قليلة في المشاركة، إلا أنه نتفائل خيرا ببعض اللمسات اللي قدموها. بالنسبة للعب كفريق كلعب جماعي، مازال الأمر من الأداء مازال بعيد، والجماهير راهي غير راضية عن هذا، وحتى الخبراء في كرة القدم. لاحظنا بأن هناك كاين مشكل بين الخطوط الثلاثة، الدفاع والوسط والهجوم، ما كاينش تناسق. هذا لازم الطاقم يخدم على باش يجعل هذا التنسيق، ويكون الكرة تمر من الوسط إلى من الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم، تكون نقولات بين اللاعبين. هذا ما نتمنى يخدم عليه الطاقم الفني في المستقبل. كنا لاحظنا أنه كانت هناك تمريرات تكون بكرات طويلة، وهذا ما يساعدناش لما نلقاو فرق قوية، وهذا أكيد غادي نلقاوها خصوصا في الدورة في النهائيات تاع كأس أفريقيا أو نهائيات كأس العالم. نتمنى ان شاء الله في التربص القادم، هذا اللي هي نوفمبر، اللي غادي تكون عندنا مباراتين، واحده مع السعوديه والاخرى مع زيمبابوي، ان شاء الله الطاقم يخدم باش يحل الاشكاليات هذه، وإن شاء الله نسترجعوا بالناصر اللي قدم أداء في الآونة الأخيرة، أداء لا بأس به. إن شاء الله نستعدوه، وغادي تكون إضافة كبيرة بلا شك. ضف إلى ذلك نتمنى إن شاء الله الطاقم الفني يستغل الموهبة تاع بلايلي اللي هو تبان لي في هذا المرة، أو في هذا المرة هذه تبان لي باللي لازم نستغلوا الخبرة تاعو، لأنه راه فيسبوك وسوفيز وكذا، راهي عنده خبرة ولازم يستغلها الطاقم الفني. هذا كل ما أردنا الحديث على هذا اللقاء وهذه الأمور اللي حدثت. وفي الأخير نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.